هل الأشعة خطر؟ وهل ينفع سيدة حامل رجليها تلوت تيجي تعمل أشعة؟ طيب لو تمريض أو فنية أشعة شغالة في قسم الأشعة وحامل ينفع تكمل شغل في قسم الإشعة ولا تبعد تماما؟ وإيه فحوصات الأشعة اللي أهرب منها وما أقفش مع المريض حتى وهو بيعملها؟ تعالوا ندردش شوية. مبدئيا السونار والدوبلر والإيكو وحدة السونار عامة مفيش منها أي ضرر لا للجنين ولا للمريض أو اللي واقفين معاه وهو بيعمل أشعة. كذلك الرنين المغناطيسي بكل فحوصاته ما فيهوش اي ضرر، يعني لو واقف في الاوضه مع حد بيعمل رنين مفيش اي ضرر. نيجي بقى لوحده الاشعه العاديه والرقميه اللي هي الديجيتال اكس راي والمقطعيه، لان دي اجهزه بتستخدم اشعه اكس المؤينه، وممنوع تماما اي سيده حامل رجليها تلوت او عملت حادثه تروح تعمل اشعه عاديه، خاصة في الأشهر الأولى من الحمل، لأن الجنين لسه بيتكون وممكن يحصل لا قدر الله تشوهات. ممكن في الأشهر الأخيرة من الحمل تعمل إكس راي بعد ما تلبس إبرون رصاص واقية من الأشعة. طب ليه ما بنخليهاش تلبس المريالة دي ونعمل لها أشعة لرجلها اللي اتلوت دي في الأشهر الأولى من الحمل؟ ده ممكن، وبعض مراكز الأشعة بتعمل كده وبتقفل الأشعة من الجهاز وبتخليها على قد رجل العيان بس، والجرعه بتبقى قليله فعلا، ولكن احنا بنخاف ان العيانه مثلا تيجي بعد سنه مثلا اي دور برد يصيب ابنها ده او الطفل ده تقول لك والله ده كان السبب الاشعه، علشان كده بيمضوا المريضه دي على ورقه او اقرار ان الاشعه دي بناء على مسؤوليتها. وبعد اخذ الاحتياطات لازم ان شاء الله ما يكونش فيه اي ضرر. لكن لو الدكتور المعالج قدر يستغنى عن الاشعه يبقى خير وبركه وخلصنا من الوش ده كله. الأشعة المقطعية بكل فحوصاتها ما توقفش مع المريض في الأوضة. طب ينفع أكررها وأعمل مقطعية على المخ وعلى الجيوب الأنفية؟ عادي جدا، تكرارها خطر للي بيتعرضوا ليها وللعاملين بالمجال، لكن المريض اللي بيعملها كل شهر مثلا للضرورة مفيش منها أي مشكلة. نيجي بقى لأخطر نوع في الأشعة وهو الأشعة العلاجية، ودي بقى المسح الذري والعلاج الإشعاعي والبيت سي. والناس اللي عندها أورام وبتتعالج منها بالإشعاع ما ينفعش مطلقا أقف مع المريض في الأوضة، ممنوع تماما. طيب تمريض حامل وشغاله باسم الاشعه في الحكومه والمستشفيات الحكوميه في الغالب بنقولها الاعمال اداريه وقضي الامر، لكن لو هنمشي رسمي بناخد الاحتياطات اللازمه وبتلبس دوزوميتر او البتاع اللي بيقيس او الفيلم بادج اللي بيقيس جرعه الاشعه، وبتخلي واحد على صدرها وواحد على منطقه الحوض عشان يقيسوا الجرعه اللي بيتعرض ليها الجنين، وبتعمل معايرة للأجهزة اللي بتقيس الأشعة دي كل شهر. هم عارفين الناس اللي بتقيس الأشعة دي إن لو زادت الجرعة عن حد معين بيقولوا لا لا والله خلاص على كده ممنوع إن تقرب للأشعة. خلصت الفكرة، دمتم بخير.